اها وخلص البطل. التحديات ملحم في الحيل. تبريد. واحنا صغار اهلنا منعونا من هواي شغلات مثل التدخين واكل الشوارع او حتى التليفون. فاليوم يا اخوان قررت اجرب ونجاوب على كل التساؤلات اللي قدموها اهلنا ونشوف هل هي فعلا صحيحه ولا مجرد كذب. يعني عادي ممكن تصير يعني. فقبل لا نبلش الحلقه يا اخوان لازم تحطون لايك وتشتركون بالقناه. وطبعا يا اخوان والله ما اعرف شلون اشكركم. انا لازم بكل حلقه اشكركم على 10 مليون. بس هدفنا ما راح يوقف لين اكو سلسله جايه بالطريق. فقبل لا نبلش حط لايك ما اريد احرق عليكم اكثر. خلونا نروح نجرب التحديات يا اخوان. اهلي انا جدا اسف. ليتس جو. اوكي يا شباب راح نسوي اول شغله اهلنا منعونا من عندها اللي هي انه لا تاكل من اكل الشارع. تدرون شنو؟ يعني دائما كانوا يجون علينا يقولوا لك اكل بالبيت حبيبي. حبيبي باوع اذا تاكل برا اطيح حظك. فاليوم يا اخوان قررت اعاند اهلي ونجرب اول شيء اكل الشارع. ما اعرف صراحه شنو اكل، يعني اغلبيه الاماكن الشارع هنا يعني مرتبه تمام، فعجبني فد برجر فد ترتيبات. يعني راح نسوي احنا بعد شغلات اهلنا منعونا من عندها تمام. بس هذه اول شغله. دقيقه ادور. طبعا هذا المكان كبير يا اخوان مو فارغ. وين برجر؟ حجي برجر مرتب تمام. ونشوف هل راح نتسمم لانه كانوا يمنعونا يقولون والله تسممون. ماشي راح نجرب اذا راح نتسمم ولا لا. فاكو هناك اكل راح نروح لا ندعم. اكو هناك اكل راح نروح نجربه. هم كانوا عبالهم ان احنا راح نتسمم اذا اكلنا من الشارع لان يقولون اغلبيه الاكل اللي برا وسخ. نتاكد نشوف هل هو وسخ فعلا ولا كانوا مجرد ما يريدون ندفعهم. لكم اهلي عرفتكم ما تنطوني فلوس على مود ما اشتري الاكل من برا ويقولوا الاكل بالبيت لانه هو نظيف. اعلمكم هنا والله شنو الموطه هذه نوب ذايبه مثل ما انا ذايبه بحبكم. شرفكم دعتكم حطوا لايك. انا يعجبني اكل بس هذه وعوفاي ما كلش ما احبها. هذاك شيء يبيع احسه طيب تمام. ببجي السلام عليكم شو الاخبار حبيبي؟ غالي في عندكم برجر ولا؟ برجر في نودلز باستا برجر فعلي شي فعلي بدعت امك. تعال لك تعال تفعلي بشرف. تعال شلون شنو رايح الحمام انت؟ طبعا يا اخوان راح نجرب اول شيء ناكل برجر تمام ونشوف. بس راح نجرب شغله ثانيه على مود بلكي يطلع هذا المحل نظيف. هو فعلا نظيف انا شفته يعني نظيف. بس هم يعني ما منين اجيب لكم مطعم فلافل هسه بدبي يا اخوان. وبعدها راح نشوف طبعا لما ما يجي لا شنو البقاء شنو الخروف ليش ما ذبحي بعيد الاضحى. لا تقرا طريقه الشوي ما تضحك والله ما تضحك. ماشي ما تضحك ترى. لا يسمح بادخال الاطعمه او المشروبات من الخارج. يعني اذا مسافر الاكل ممنوع الطبخ هنا. على العموم يا اخوان خلينا نرجع يمكن الاكل مالتنا جهز. وين جاي لكم حتى انتم برا. يلا انا راح اجيب الاكل مو بحجه الدجاج جربوه وما ادري شنو تاكل نص الاكل. لا لازم اجربه. شنو هو؟ مو انا هم اهلي قالوا لي لا اهله قالوا لك اكل. لا ما قالوا لي. لا هذا منين اجى؟ من اكل البيت. طبعا يا اخوان اكتشفت انه اكل البيت يسمن اكثر. لا كذب يا اخوان لان احنا يعني ما ليش ادخل بالاكل. ما اتدخل بالاكل ليش؟ انا امي هي تسوي لنا الاكل يعني على راسي امي الله يحفظك. على راسنا كل الامهات. تعال نلعب كاس. كاس فريضه شياب لك والله يقول لك عمر العشرينات هو عمر زهر العمر مدري شنو. ماشي حياته. شنو يا زهر ماشي حياته ماشي. انا معصب كلش هوايه. يمكن راح اسمع كلام اهلي لانه الطلب تاخر ساعتين. هذا الطلب هنا بعد ترتيب ولا تحس اكل شارع. لا تحس اكل شارع الزم حاطير لانه عبر كنا ما تاكل مني مو هو اجي اسمع خلينا نشوفها بالبدايه. والله وخلها اضربك يا اخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الجوعان روح اشتري اكل حبيبي. لا الشاقه وياكم اكل. لا تعال انقهرت عليه والله محمود ما اعرف شلون اشكرك.
يعني فالطيب اهلي، انا اسف بس انتم غلطانين. اكل الشارع طيب. طيب اكل الشارع يمه ترى كلش طيب، بس اكيد مو مثل اكلش طيب يعني. لو اخر بس اكيد اذا تقارنه ويا الدولمه يعني ماكو. لا شنو؟ اطيب من هذا طيب؟ اي دولي. هم ما منعونا لانه ما طيب، هم منعونا لانه ما يعرفون شنو يستخدمون زيوت، ما نعرف شنو الاكل هذا ايش قد بايت ولا مو بايت، احتمال يصير عندنا تسمم. نشوف لليل شنو راح يصير. عرفت ليش؟ عرفت اهو هاي لا بس الحدث السؤال يعني اللي نظافه الاكل شنو تقيم؟ هذا المهم لان هم على مود هذا قالوا لنا والله. نظافه الاكل والله نظيف يعني، هذا ما حبيته. شنو هذا؟ ليش يعني؟ مع العلم هو احسن من البلاستيك لان البلاستيك يسوي مويه حراره يتفاعل. دهاك انت مو زين مطوك اياها. انت جاي قاعد بصفي وما ادري شنو، انت تريد تاكل اكل. لا بيدي يلا لوك بيدي قلت يا هاك بيدي لو جدو. لا انت بس لا تغلس على القضمه الحيوانيه اللي اكلتها. اخذ اكثر بهوايه بس على مود بهذه التجربه وانا اسف اهلي غلطانين. نروح ونشوف شنو الشغله اللي اهلنا منعونا منها ونتاكد هي صح ولا غلط مثل هذه. يلا اوكي يا اخوان، الشغله اللي بعدها اللي اهلنا منعونا من عندها اللي هي انه ما نحكي مع الناس الغرباء، خاصه واحنا كنا صغار. بما انه انا كبير حاليا فاقدر احكي ويا الغرباء ونشوف يعني هم حبابين لو لا. طبعا بالنسبه للصغار يفضل انه ما تحكون مع الاكبر من عندكم ماشي، لان احتمال ترى تنخطف وبعد ماكو اهلك ما يشوفوك. فهسه راح نشوف ونروح ونجرب ونحاول نحكي مع ناس غريبه ونشوف شنو راح يحكون، شنو راح يسولفون. راح احاول اسالهم شلونك، شخبارك، امورك، حياتك، دنيتك. الحقني لقيت لامبورجيني وشله من الناس، ما راح احكي ويا واحد راح احكي ويا 10. نحاول نصعد يا اخوان بالسياره مالتي. يا اخوان الصغار بالعمر والاطفال يا اخوان دير بالكم بيوم من الايام تصعدون ويا ناس غريبه، بس انا كبير حاليا. حتى انت غلط. هاني والله حتى انا غلط بس نحاول. باوع اللامبورجيني. السلام عليكم. هذا لامبورجيني حق انت؟ ها؟ شو؟ لامبورجيني حق انت؟ انا يبغى درايف. For Richmond? شلونكم؟ How are you guys? What are you doing? Are you good? I'm doing YouTube video. YouTube video. I'm YouTuber. 10 million. 10 million ما شاء الله. حبيبي How are you guys? What are you doing here? الحمد لله. You an Eid celebrate عيد مبارك brother. عيد مبارك brother. Thank you حبيبي باي باي. والله اكتشفت الناس يا اخوان في حبابين يعني. بس تعال شنو حبابين؟ انت قصيت عليهم تقول عندي لامبورجيني. شنو الموضوع؟ ليش تكذب عليهم؟ هم مصدقين خطير. لا يعني مو لامبورجيني، سيارتي سوداء يعني عاديه يعني عادي بس عادي مو بس انه يا اخوان الشباب هذول حبابين كلش. حكيت وياهم سولفت وياهم خليتهم يشتركون بالقناه مالتي. بس يعني شوف الغريب اشترك، انت شنو عذرك ما تشترك؟ اشترك حبيبي. ما اعرف اذا اقول هل اهلنا نصحونا بشكل صحيح ولا لا. للاطفال لا تحكوا ويا الغريب واهلنا طلعوا صحيحين، بس اذا كبار انتو والله يا اخوان ما اعرف شو اقول لكم. ما ادري كتبوا لنا بالتعليقات انتم هل تشوفون اهلنا نصحونا بشكل صحيح ولا لا. ونروح هسه للتجربه اللي بعدها ونشوف اهلنا صحيحين ولا لا. اوكي يا اخوان، طبعا هسه اجينا على الفقره الثالثه اللي هي تجربه الدخان. انا جدا اسف اهلي اذا قاعدين تتابعون المقطع، انا اسف والله انا اسف على الشيء اللي راح اسويه حاليا. وانتم يا متابعين اكيد ما انصحكم تجربون هذا الشيء. يعني كنا نعرف الشغلات اللي ينشروها بالانترنت على مود التدخين صحيحه واهلنا منعونا من التدخين لانه فعلا مضر بالصحه. بس راح نجرب بلكي يطلعون ولو شعره غلطانين. اللي راح اسويه شنو يا اخوان؟ راح ادخل لمده نص ساعه وهذا الشيء راح يكون خطر بالنسبه لي. بس التجربه راح تكون راح ادخل نص ساعه وراها راح اركض لمده 30 دقيقه يا اخوان ونشوف التدخين مضر بالرئه وبالصحه ولا لا. يا اخوان عندنا هذه مستحي من عندكم والله انا اسف يعني بس كلش مستحي من عندكم. فراح ندخن ونشوف. حتى بالشعر انا مستحي صراحه.
راح اروح وادخن واكمل هذه الامور، على مود وراها راح نقوم نركض بالشارع ونشوف هل راح يكون مؤثر ولا. باع شو اسمه شلون مكمل دقيقه يم البرج. ها شباب ما اعرف اذا حتجيني علامه صفراء اصلا ولا لا. شباب انا دا ادخن بس راح اغوش. اوكي احتمال يعني اليوتيوب يحذف هذا الشيء. شنو الزقه هذه الحلوه؟ هذا الزقاق حلو والله. بوس خلي ادخن شويه بعد. طبعا يا اخوان انا دا ادخن كافي دخن. وهسه اللي راح اسويه شنو يا اخوان؟ تشوفون هذا الشارع راح اركض من بدايته الى نهايه الشارع. هل التدخين اثر علي ولا لا؟ وانا متاكد 100% مليار بالمية مأثر. بس الركض وهذا الحار راح اموت. 1 2 عندنا واحد شباب هناك حيموت بالنهايه، حيرجع مره ثانيه. هاي اخر ركضه يركضها بحياته بعد. يا عيني يجي واحد مصوب. هاي ساعدك التدخين. ساعدك نعل على والدين التدخين. هو الموضوع يبلش اصلا اكثر يصير بعد ما تقوم تدخن يوم ورا يوم. حبيبي ما قاني نوم واكثر واكثر. بس انا منهج والله ما دا اخترع شيء. هالتعب كله من ورا التدخين. شباب اهلنا من قالوا لنا لا تدخن، شكرا اهلي. نروح للتجربه اللي بعدها. ليتس جو. اوكي اخوان طبعا حاليا رايحين اني وايفر راح نجرب التجربه الثالثه اللي نصحونا اهلنا انه ما نسويها، اللي هي انه ناكل فلفل حار. ما وافقت على هذا الشيء؟ لا وافقت. ولا وافقت راح تيجي تاكل وياي. ما وافقت؟ لا وافق ما توافق بكيفك حبيبي. امك اهلك ما قالوا لك انت من كنت صغير لا تاكل فلفل حار؟ قالوا لي اخر شيء ممكن يصير بحياتك. اذا هسه لازم نجرب على مود نعرف اذا اهلنا صادقين ولا لا. ابغاكم اقول كذابين. لا يريدون ننطرد من البيت والله. على نشوف ان هم يعني كانوا لهم حق ان يحكوا لنا هيك ولا لا. اوكي عندي تحدي. شنو هو؟ ناكل فلفل وما نسوي اي رده فعل ولا حركه بوجهنا. اذا خسران. لا اذا سوينا اي رده فعل ايه؟ اهلنا يعني الحكوا صحيح. اوكي. اذا راح قررت انه ما اكل فلفل عادي اليوم يا اخوان. راح اكل وادور على الشيبسه الحاره هذه اللي هي القاتله. انا اريد لازم اثبت اهلي حقيقيين. انا مش بيك اهلي اي بس مو ذينا نخاف منهم والله خاف منهم. والله تشيبس ما لي علاقه. بس ما وافقت حبيبي تجيب كيف وافقت ما وافقت بكيفك ما لي علاقه. هسه نروح نجيب الشيبسه الحاره ندور عليها لانه ما ادري وين يا رب نلقاها يا رب. ما اذا ما لقيناها راح نضطر ناكل الفلفل، بس هم احر فلفل يعني مو فلفل عادي، احر فلفل. اوكي يا اخوان طبعا هسه راح نروح على هذا المكان اللي دائما يبيع شغلات ترند. خلينا نشوف. طبعا انا خابرته قلت له موجود عندكم الشيبس الحار؟ قال لي لا بس عندنا شغلات احر. قلت تعال. السلام عليكم. باوع بشوف هاي باع البهارات. يمكن اموت اليوم. انا ما راح اجرب الفلفل العادي على مود نزيد التحدي اكثر. اوكي يقول لك على ترند حار. ترند حار سمعته قال. ترند حار؟ لا انا راح اجيب شيء احر من الحار. تمام. انا شفت ترند. اوكي الترند يقول تدري شنو؟ اكو هذه الخياره الاحر خياره، مو اكو شيبس احر شيبس بالعالم، لا اكو احر خياره بالعالم. ما ادري اذا لقيتها لو لا، بس شنو على مود ازيد التحدي اكثر راح نضيف عليها تاكيز اللي هو احر شيبس بالعالم، وراح اضيف فوقها مشط. بعد اموت والله اموت. الله ياتهم يا شو باع اللون. باع اللون. اوكي خلينا ناخذ هذا التاكيز. شطه وين شطه وين. يصير تركيبه مال الحراره. بعد تركيبه من الحراره. احر شطه يا اخوان موجوده. شوفوا عندنا هذا الخيار تمام، بس هذا مو نفس الشطه الموجوده عندنا بالعراق. هاي ما تعتبر شطه، يسموها دقوز، ما اعرف ليش. بس اني اشوف تباكم. شوف والله شكلها نفر يجي موت. هذا مرعب. هذا موت حجي. مرعب. يلا حيو. تمام. راح ناخذ هذول الثلاثه وناخذ وياهن مي اذا احتاجينا. شنو ايش عندهم سوالف ذولي؟ وين المي؟ المي هذا. انت حتاكل وياه لو لا؟ طبعا تخيل اعوفك وحدك ما راح اكل لا.
رجع ما اريد. لا، لا، والله لا، رجع. لا، لا. اوكي شوف انا التاكيز وحدي ما اكله والله. شوفوا انا احب الشطات تمام، بس اريد اثبت اهلي انه انا ما راح انظر من الاكل الحار. انا وصغير تدري ايش تسوي؟ اشمر نفسك من عماره ولا تاكل حار، اشمرها. افتح لي الشطه انت. لك بالبدايه الخياره اي انا هي واحده طعمها احسه محل. ما اشم الريحه انا بشوف شكلها بقى اللون. شايف اكو الريحه اللي تجيك. اي وصفها ادري. هاي الريحه اللي تطب جوا شو اسمه. اي صفر كالوريز، سمن ماكو. اعطيني الشطه ابو بالبدايه تاكيز. انطيني انت ظل حتعلم بي انت. لازم اظل اعلم. باع لون التاكيز. المشكله انه الجو حار اصلا كلش. افتح لنا المي من هسه. انا اقول اهلي راح يطلعون صحيحين. والله انا هسه اشوفها لك صح. بدنا نحط التاكيز. افتح لنا شطه هسه. وقتل يمه خطر. لك بابا تظل هيجي داير لك معلمك شلون تفتحها من علمك وتاكل الشطه تجيب. والله فتحتها. الزم هاي. يمه فتحت الشطه. اوه خلي بطل كامل. والله تخليه. يلا اروح. تعال اضربك تعال. يمه بع الريحه يا محمد. وخلص البطل. لا بعد بيه. هذا اخوي حبيبي. تفضل. يموت هذا الشطه. حداك تشرب المي. بسم الله الرحمن الرحيم. نطلع الحياره باع شكلها يمه سودا صار. وقف عض من فوق. عض عض. تحمل اسوي لك حركه. خلي عبي بس عبي تاكيز. عبي مي الزم. تحمل ممنوع تطير اكشن. ممنوع تطير ردة فعل. كم الانسان كم مره عايش. يلا وياك. عيني لك مساعد ايدي وعيني. لكن المشكله مو ماي وين ماي. هذا المشكله مو طيبه. المشكله مو طيبه. اوه ماي جاد انا احب الحار بس مو هيجي. اشرب من عسل مالتي. ولي لا اضربك والله ما تبي تسلم. اشرب مي. اشرب من عسل مالتي. اذا رجال تسوي. ما اريد. اهلي صحيحين انتم. اوه ماي جاد لا تشرب من عسل. لا عطبت. بس باع المي اللي ينزل مني. لا اشرب العسل. لا نفر يجي موت. تونا استوعبت خا شطه كامله وهي اصلا حار وبيها تاكيز. تنين تنين. حاره تقري حاره. اشرب المي. لا حرقت. التحديات المنحة في الحيل. تبريد. والله حلوة حاكة. مستحيل محمود كمية المي صبينا ورا ما كنا. دخت. هذا المقطع راح اموت. طلع اهلنا كل شيء حقيقي، كل شيء حكوه حقيقي. والله انا اسف اهلي. والله انا اسف والله. انتم طلعتوا الصدقيين. فلهذا دائما نقول لكم يا اخوان اسمعوا كلام اهلكم، لان اهلكم يدرون بمصلحتكم اكثر من عن نفسكم. نروح للمهمه اللي بعدها وللتحدي اللي بعده. هسه اللي راح نسويه راح نطبق شغله حكوها اهلنا دائما احنا ودا ناكل سمك، انه لا تاكلون سمك وتشربون حليب بنفس الوقت، لان راح يصير عندكم تسمم. وحرفيا بحثت عن هذا الموضوع وشفته هوايه، سالت شات جي بي تي واكد لي هذا الشيء، انه لا تاكل سمك وحليب بنفس الوقت. فقررت انه اجربهم. امشوا ويانا يا اخوان. طبعا اكتبوا لنا بالتعليقات هم شنو الشغلات اللي الغريبه اللي اهلكم منعوكم من عندها. يعني اني كنت اقول شنو لا تاكل سمك وحليب بنفس الوقت يصير عندك تسمم. فيا اخوان اذا متت فانا هذا الشيء دا اسوي لكم اياه. فاذا ما حاطين لايك واشتراك حطوا لايك واشتراك. بعد وصلنا 10 مليون. طبعا جيت هذا المكان على مود ناكل، فاتمنى عندهم سمك. يا رب عندهم سمك. بس سمكايه اللي نحبهن. بص في سمك صغير يعني سمسم. اوكي جيف مي وان. طبعا وصينا السمكه. يا رب ما اريدها كبيره حتى لو تسمم اليوم. اهم شيء رولت. ما ادري شو يسمونه انتم. طبعا جتي هذا الحليب. شباب اول من وصيت الحليب قال لي شبيك؟
ايش تسوي انت بروحك؟ قلت له جيب لي حليب. فاللي راح نسويه شنو؟ تريد تاكله وايفر؟ لا ادري لما ايدك تكسرها. وخر لك. راح نقصقص السمكه. ذابت. طبعا احنا هسه راح نكسر اللي قالوا عليه اهلنا اللي هو لا تشرب حليب وتاكل سمك. اذا ما نزلها بس. لا شاقه وياكم. هو يقول لك تسمون يصير بعدين، بس خلينا نشوف احنا على طول الحلقه، احنا بعد نكمل، اكو شغلات بعدنا ما مكمليها، فنشوف اذا حنتسمم ولا لا. شوف الله نسوي بعد. هو خايف. لحد الان اهلي الفايزين علي، كل حجاراتهم طلعت صحيحه. لا هذا الشاخه ياكم هسه كل شويه. شنو تريد تاكل؟ صدق تعال جرب، اذا موت مسوي انا. لا ما اريد. شوف هذه. نعرض لها شويه. دقها اشرب حليب. اشرب. لا خلصت الحليب هيك راح تموت من صدق. طعم غريب كلش. شو السالفه؟ واكو شعور غريب، مو ماكو، بس يعني نفر يجي موت ولا ما يجي موت. فاحنا بالحلقه راح نشوف هل راح نموت لو لا. احنا بالليل احتمال، الصبح ما ادري، بس هسه ناكل. مثل طيب ما راح اقدر احدد حاليا، راح نحدد خلال الحلقه. اروح اكمل السمكه كامله واشرب اللبن كامل ونرجع لكم. اوكي يا اخوان، طبعا خلص الصحني وخلصت الحليب مالتي. شوفوا والله ما اكذب عليكم، اكو دوخه تمام. فالدوخه ممكن تكون طبيعيه ورا الاكل والله الاكل. تدرون ليش؟ لانه الحليب يعني ليش الاطفال قبل لا ينامون يشربون حليب وراها ينامون شفي تمام؟ لانه الحليب بيه مثل المواد وهاي الامور تخلي الواحد يطفى هيك، يعني يكون نعسان وما ادري شنو هذه الامور. فاني اشوف بسبب هذا الشيء الاهل قالوا انه لا تسوون هذا الشيء، والسمش بنفس الشيء، فاذا اجتمعوا اثنيناتهم ممكن يسوون لهم مصايب. فلحد الان انا جتني شويه دوخه، بس ما اعرف شنو لليل راح يصير، فخلوكم ونروح نجرب شغله ثانيه ونشوف لليل شنو راح يصير. ما اريد اقول انه اهلي صحيحين، لان طلعوا صحيحين بمرتين 3 مرات، بس اكو دوخه والله. الدوخه يعني مو ذيك المؤذيه، بس اكو فرة راس، يعني معقوله سممت ما اعرف صراحه، بس اللي اعرفه انه انا لازم اكمل هذا التحدي ونطلع. اهلي كانوا حارميني من هواي امور. راح اكمل المقطع ونشوف لليل شنو راح يصير. ماشي؟ اوكي يا اخوان، طبعا الشغله اللي اهلنا منعوها من عندنا واحنا صغار او حتى كبار اللي هي الحلويات، كانت جدا ممنوعه. كانوا ينطونا الحلويات بالقطاره، نسات ما تاكل، علش ما تاكل، ما ادري شنو ما تاكل، اسنونك تمام. فقررت اليوم نشوف هل كلامهم صحيح ولا. وين ابلش يعني. انطيني اكثر شيء يدمر الاسنان وكانوا اهلنا يمنعونا من عده اللي هو الجلاتين. يعني كنت اجي على ابوي اقول له دعت الله يخليك بس واحد انه هذا كانوا هذا الحجم الصغير جدا. اكو اكبر؟ هاي كافيات؟ لا تجيب حلويات بعد. بيكم تجيب حلويات. شنو؟ نساتل. كانوا النساتل غير البوب كيك ابوي ما كان يشتري لي، يعني يقول لي البوب كيك احسن شيء. فقررت اليوم مو اعاند ابوي، عيب نقول اعاند ابويا، يعني ابوي على راسي انت. بس شنو؟ هاي 3 مو 1 ولا 2، باكج مسوي لك 3. وجالكسي عندما تعشق الشوكولاته. ماشي، هذا كنا نشوفه بس بالافلام. تدرون شو وقت تشوفه؟ كنا نشوف مسلسل الارض الطيبه، يجي اعلان مال MBC كان يطلع ملي. طولت كانت امنية حياتي والله. مال خيوط. هاي لا مو هاي مال خيوط. ماكنتوش. ما كنت هاي من وين اريد ماكنتوش، شويه مكلف. هذه يا اخوان هم كنا نشوفها بس بالمسلسلات. هاي اثنيناتهم. الله رافاييلو ما ادري شو اسمها هذه. هذه هاي اطيب من ذيك. الله حادث شباب، لقيت شغله بالطفوله. هاي الطوبه كنت لو خريدك لا اضربك. هلو ابو الولد. لا مو ابو الولد، لا ابو الولد. غلط. شباب لقينا ابو الولد. شوفوا هذه يا اخوان، هذه كنت صغير كنت اشتريها على مو شنو اسوي. داخله عينك يطلع ما ادري شنو. اتذكر هاي السوالف. اليوم اوقع اسناني. ولا سنه باقي. يشوفون اسناني هسه اليوم يوقعون. اوكي يا اخوان، جبنا السناكس. يعني اليوم السكر فول.
اليوم شنو هذه؟ هذه لزقه مع الجروح على مود الزق جرحي اللي ما طاب لين ما حطيته لايك، بعد تحشي بعد ضحك. يلا يا اخوان يلا. فراح نجرب باكثر شيء كانوا اهلنا يمنعونه من عنده اللي هو هذا، ما اعرف عندهم مشاكل وياه. كلش مشاكل. وهو بس فتحت يما شنو؟ اعطيني لا بس دقيقة الله يخليك بس دقيقة هسه خلينا هاي شوف بس ماكو لفه وياها هسه. ما تضحك هاك تعال لا اخوان اخوان ها وايد طيب. صراحة يا اخوان اطيب شيء بالحياة هو الشكر. هاي دا تشوفون اهلي ها يلا بيكم شوفينه انا دقيقة اكو اهلي كانوا يمنعوني من شغلة انا هذا لان غالية انا منعوني منه صدق؟ ما مجربه بحياتي هاي. كانوا يمنعوني منها لان كانت ب 1000 ونص ما ادري ايش قد. هاي انت بابا يا ولد بس دقيقة بس خلينا نعطينا افتحها وياك. نفتحها ثلاثة 1 2 3. ما احب هاي لا كلش مهم يعني ما تشتري بحياتك. ما احب اللمس وخر. لميس ما تحبه؟ محمود يلا افتح حدا نجربها يا اخي. غالي حياته شيء. يابا كافي بابا ما ظل عجيب ماكو هذا ولد اكو اغراض التنباق والله العظيم. لا رجع احمد هذا بالولد مالي اذا ما احبه ما ارتاح لي. انا انطيك بلا لعب بلا هاك. هاي ايش فيك هاي؟ هذا شغلت اثنين من طلع. اوكي يا اخوان حنجرب الفواكه. هلا طبعا والله العظيم مو شقه انا بلشت توجعني والله مو شقه. لك عرفت ليش يمنعونا من والله يعني بصراحه هاك بو لا والله ما اريد. وحقهم يا اخي السنون تاذي البطن تاذي وكمية الشكر جريمه والله جريمه. هاي واحد ياكل كل هذا انه بتلزق بالسنون. حقهم انا اتفق وياكم والله. كم دقيقة بس دقيقة بس هاي ما مجرب بحياتنا ما ادري نازله اصلا يمكن ده. شنو هذه؟ بس استعجل لي باي افتحها. هذه لا هاي ما تنفتح. يعني هاي والله فد ما طيبه والله العظيم. تجيبها العاد. ما اريد والله انا ما اريد هاي. والله ما اريد. عمي حقهم لهل والله. بابا بلش والله انتهت. يا هي هذه؟ لا بعد شوكليت ما يعني خلاص كذا ما نحبه والله صدقني صراحة والله طيبة. ما طولي طيبه مو طيبه يعني. طيبه بس يا اخي تاذي. لا وايد شكر. تاذي والله. شاكرين رازي والله العظيم يعني هسه بطلين مي بس اضغط الشوكليت. ما تقدر راح تفتحها عمي والله اذيه والله اذيه. لك الشكر طب انت حاط كل سنة يلا روح جاهل يلا يا ولد راجع بمكان السكر صعد عندي. عمي روح ما جرب وياك شباب الاهل كانوا يعني شلون اقول لكم صادقين وقت اللي منعونا من عندها. بلشت اسناني طق 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 تسوي هيك والله مو شقه قامت تاذي. شكرا لاهلي اللي منعتونا من الشوكليت. حرفيا اسناني كلها داخل بيها شغلات لازم اقعد افرج. فانتوا اذا انتم صغار بالعمر اكيد ما راح اهلكم يمنعوها بشكل تام بس يعني هم فرج سنونك حبيبي بعدين تسوس بعد تدرون شلون تصيروا مثل منو. تعال ايفر تعال شوفوا الفرق. هذا ياكل شوكليت هذا ما ياكل شوكليت. انا هم اشوفكم شوفوا احمد انت مسوي سنونك يلا يا اخوان نروح للتجربه الاخيره اللي اهلنا مو منعونا من عندها اهلنا عاقبونا من وراها. اوكي يا اخوان جينا على اخر فقره واكثر شغله اهلنا سببوا لنا مشاكل من وراها. يا من قتلنا يا من ضربنا يا ما عاقبنا بسبب التليفون يا اخوان. الشغله هذه اهلنا مللونا من عندنا يعني مليت. انا كنت يعني اهلي لو احنا لو التليفون وانا كنت اختار التليفون. فقررت هسه بهذا التحدي اجرب التليفون لساعات طويله واسوي بس نفس اللي نسويه كل يوميه اللي هو بس عندي سؤال يابا امي ظهري يوجعني من ورا التليفون. تليفون دخله حبيبي تليفون جوعان من ورا التليفون. تفتهمون؟ فنروح حاليا قبل لا انام راح استخدم التليفون لساعات كلش طويله. هل كلامهم صحيح ولا غلط؟ هو كم وحده كان كلامهم صحيح؟ نسيت اقول لكم يا اخوان اني رجعت للبيت بالسمج خليت راسي ونمت
ورجعت قعدت مره ثانيه، فما اعرف شنو هذا المؤشر صراحه. كانوا يعني خلينا نقول صحيحين، التحدث مع الغرباء كانوا صحيحين، التدخين كانوا صحيحين، الحلويات كانوا صحيحين، الفلفل الحار يعني لان الفلفل الحار ممكن بيه فوائد اصلا، اكل الشوارع يعني ممكن اكو مطاعم كلش هوايه نظيفه فما لهم حق يمنعونه صراحه، بس اكيد لازم نسمع كلام اهلنا. فخلينا نروح نجرب التجربه الاخيره. ليتس جو. انا حاليا بالسرير مالتي على مود انام، الوقت اللي نستخدم اكثر شيء التليفون مالتنا، راح اطول شويتين، راح احاول اسرع لكم الفيديو ونشوف شنو نقدر نسوي. فاول شيء راح ابلش اراجع مقاطع اللي دائما اسويها وبعدها نضبط، ولا تدرون شنو راح نسوي؟ مجرد سكرولينج هذا. فبسم الله. راح نتمدد على مو شنو يصير التقلب اكثر. اوكي شباب، وصلنا لهذه المرحلة، تقريبا صار لي ساعة ومدى انعت، فاعتقد بسبب التليفون هذا، هاي مو صدق. اصلا انا قارئ على هذا الموضوع من قبل، اكتشفت انه كل ما قلبت بالتليفون قبل لا تنام راح تتاخر نومك، لان هذا يزيد من الدوبامين، ما ادري شو يسوي. بس ابي اقول شغله، انت منين طلعت؟ قسم بالله اهلي يستخدمون التليفون اكثر مني، امي وابوي يستخدمون التليفون اكثر مني، والله ما استعملها هالقد، وكل ما انزل الفجر اقام يقلبون ريلزات، فليش شلون تقولون لنا ما تقلب ريلزات؟ درع عمي درع يا اخي. ذات امك ابرطه في الضوء. اهلي طلعوا صحيحين بكلام هذا، يعني اكو اوقات تقدر نستخدمه للتليفون، مو كل الاوقات لازم تمنعونه من عنده. طبعا شكرا لاهلي وشكرا لاهاليكم اللي قاعد تعلمنا دائما على الشغلات الصحيحه. حسيت انه هذا المقطع كلش تعليمي، بس هذا شيء جدا واقع وصحيح، لان بالتالي وبالنهايه احنا يوتيوبرز ولازم ننصحكم على الشغلات الزينه، فما احب احكي بشكل جدي ولا بيبي. تصبحون على خير يا اخوان، ابرطه في الضوء بشرفك. شباب نسيت اقول لكم لازم تحطون لايك، تشتركون بالقناه، تشتركون مشتركين، حابكم كلش هوايه، وانتظرونا الفيديو القادم. اليوم سوينا هواي فعاليات، يعني اليوم اذا اموت بسببكم ترى. ولا تنسوا تكتبون بالتعليقات شنو الشغلات اللي سويناها واهلكم اصلا منعوكم من عندها.